بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. آثار الذنوب على الأفراد والشعوب قنش خرش الشق أدمشناء أمنشناء. إن أدرار المعاصي وشؤم الذنوب عظيم وخطير بقلاء عسخلر خدوشتو زينش أتقنوي بولخ بق بؤز قيرمي بؤز، ولها من الآثار القبيحة المذمومة تصندق تشقين شقصن بيخيوش خست ميوش والمضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة. إشت زيدش تو دقنشنا ضغمشنا دنيا نح آخرته ما لا يعلمه إلا الله. الله واتشن إزخاءات سخوش فمنها تير تشقين شادوق أي شيء تشقيتنا خشتك دوتر دوي قطخنا تصحح وردوي. أولا أجر حلق حرمان العلم علم دعدا علم حقيتر، فإن العلم نور الله بقلاء علمه الله النور دقز يقذفه في قلب عبده شا لين دق تدرش. والهوى والمعصية رياح عاصفة إديغ أم عسخلر جو بلبل مخبقز تطفئ ذلك النور أو تكاد، ولا بد أن تضعفه. جو بلبل مخبقز شا النور دعدوش يا إدعدا إجارك خرش يشاتو غلطة. فكم من حافظ لكتاب الله أنسية مسني وحافظ شا قرآن عمد ديتين حين تعلق قلبه بمعصية شيدوغ خط دلج عسخلر تاني. شافعي سأل دشنشتوغ رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي وكيعي بلخم بيرسين ديك تعامرت فأرشدني إلى ترك المعاصي توسط أقتنس ورق عسخلر عدترت، وأخبرني بأن العلم نور إشتسون خأم بيرتو علم نور خلرت، ونور الله لا يهدى لعاصي إديل نور خلش مدات عسخلشن. قال الضحاك ابن مزاحم رحمه الله: الضحاك سألق: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه تعاء موات شا قرآن عاماد يتولع ديتن إلا بذنب يحدثه تولتشتن قبحا دلوشبن. وذلك بأن الله تعالى يقول: إدق لقل وجه الله بودر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. شقمت قوش بالا الشيكوكس دينارك بن الله قنطير وقدقه دولشن. ونسيان القرآن قرآن ديت تردقك من أعظم المصائب بقل بولج أوخل بول بالنشخ. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله: شيخ الإسلام سألق: والله سبحانه جعل مما يعاقب به الناس على الذنوب. الله دينق ناخنا عازب دلرق إنوشتاح سلب الهدى والعلم النافع نيسو دعيا قرتاقر بيدن دول علم حايتر. ولله در القائل ويديلر مخزئ لقولشو: منعتك الذنوب عن كل علم نافع للقلوب يجلو صداها. يختو حق إنوش مسو بيدن دوشو علمك دقنشن شينتير ميق دايوقوش. فاغتنم توبة لعلك تنجو. أحلخ أحتوب در خلمك حديقل وازجر النفس يا أخي عن هواها. يختوخ أحيدغ هيسوش ديغ لأمخ.